السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوف السمكة دي، فالسمكة دي اسمها بوري. دي من أنواع من أفخر الأنواع الأسماك. هي في الأساس سمكة بحرية، وإحنا بنربيها يعني لها القدرة الكبيرة على التأقلم ما بين المياه العذبة أو المياه الشروب أو المياه المالحة. بنربيها دايما في المزارع السمكية في البلطي. ودي على فكرة يعني عشان بس محدش يضحك عليك ويقول لك أنا هجيب لك أسماك بوري في الحوض، هجيب لك 5000 سمك، هجيب لك 10000 سمكة. عشان تبقى فاهم، السمكة دي هي والطبار، وطبعا الطبار بيبقى حجمها أصغر منها شوية، وبيتم النصب طبعا ما بين البوري والطبار، ودي قصة تانية هنبقى نشرحها. سمكة البوري في الزريعة أغلى بكتير من سمك الطبار على فكرة، لكن محدش يقدر يميزهم غير حد متمكن جدا من الأسماك ديت. المهم عشان بس محدش يضحك عليك، السمكة دي ملهاش علف مخصوص، وما بتزرعش بكثافة. بمعنى السمكة ديت الكثافة بتاعتها واحدة كل 4 متر مكعب. احفظ الرقم ده، واحدة كل 4 متر مكعب، مش أكتر من كده نهائي. فمحدش يضحك عليك ويقول لك أنا هجيب لك في الحوض بتاعك وتربي بكثافة أسماك بوري وتكسب بقى بالهبل. طب السمكة دي بتاكل ايه؟ احنا لما بنربيها في الأحواض السمكية بتاعة البلطي، هي بتاكل المخلفات كلها اللي ناتجة من الأعلاف ومن مخلفات سمكة البلطي. وزي ما احنا شايفين هي سمكة قاعية. الفرق بينها وبين سمكة الطبار، الطبار شبهها لكن سمكة سطحية، دايما تلاقيها على سطح المية. أما البوري تلاقيه دايما كله تحت في قاع الحوض. وعلشان كده السمكة دي ما بنشوفهاش أبدا طول النهار. السمكه دي حساسه جدا للاكسجين، ودايما يمكن البوري مثلا بينتحر ليه؟ لان بتبقى في فترات الصيف الحر الشديد دايما في شهر 7 و8 بنلاقي ان السمكه دي بتنط من الميه، وغالبا بتبقى قريبه من الحروف او الحواف بتاعه الحوض. وبتنط، فممكن توصل على البر وممكن تتخنق وممكن تموت، لان قله الاكسجين طبعا بتخنقها بشكل كبير. عشان كده لازم جوله ميه. اديني حذرتك وفهمتك، او حد يضحك عليك ويقول لك انا هجيب لك سمك بوري او طبار وازرعه بكثافه عندك وتكسب بالي، لان طبعا الكيلو بتاعه بيبقى فوق ال 180 و 160 جنيه يعني. كنت معكم مجيد خوجة، تحياتي لكم من قناتي على التيك توك. لو ما اشتركتش اشترك معانا في القناه.